الجزائر ظلموها في التحكيم. اجي نفكركم في دوك جوج نجمات اللي عندكم في القميص كيفاش حتى داروا في القميص. ما كنتي مضغوط ما تدوي بجهاله، كل ما كنتي ملهوط كون كاع ما درتي حلاوتي. خليل اللي عارف. ولكن ثاروا قضية احتمال إعطائهم عقاقير منشطة من طرف الأطباء الروس الذين كانوا يشرفون على المنتخب في تلك الفترة، ما نتج عنه انعكاسات خطيرة تمثلت في إنجابهم لأطفال معوقين. نزيد نوري اللي ما عارفينش وبركة من التضليل والفوحان الخاوي. نبداو باول نجمه ديال 1990 فاش نظمت الجزائر البطوله وقالوا لهم هذا الكاس ما يخرجش من هنا. ناضوا بدلوا الطاقم الطبي الجزائري كامل، غادي يجيبوا طاقم طبي من روسيا تيعطيوهم المنشطات في الماكله. إعطائهم عقاقير منشطة من طرف الأطباء الروس. ألكسندر تابارتشوف اعترف في تصريح سابق لوسائل إعلام جزائرية بأنه أعطى منشطات للخضر. ملي فازوا باللقب ضد نيجيريا غادي تزادوا عندهم اطفال ذوي احتياجات خاصه، معاقين ذهنيا وجسديا. هاد الهضره ما خرجتهاش من راسي، ماشي لعاب، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، انما 9 ديال اللعاب. كان قاسي سعيد، شعيب محمد، لارباس، كان ميلود كويسي، كان تمساني. قالوا لي فيه رياضيين في رياضات اخرى عندهم معوقين، عندهم ابناء معوقين. من كأس العالم ديال 1986 وهما كيتناولوا المنشطات. من بعد اللعابه قالوا كون فراسنا هذا الشيء ما عندنا ما نديروا بالكاس. Moi, si on me donne la Coupe du Monde et la santé de ma fille, je choisirai la santé de ma fille. ودابا في 2026 نيجيريا كتنتقم. نيجيريا لعبات كره بشهاده من مدرب الجزائر، اللعابه ديال الجزائر، وبشهاده الجميع الا المشجعين. تجي انت تغوت في المدرجات وتقطع الاوراق النقديه ديال المملكه المغربيه اللي كيعاقب عليها القانون وما درتو حتى محاوله. ديروها محاوله نقولوا التحكيم زيرو محاوله، ما دازش كاع هذا الكادر. مارت الكور طلع مع المشجعين كيشجع واقيلا. وضربه جزاء باش فضحتونا ما فيهاش ضربه جزاء. علاش؟ ضربات الركبه هي الاولى عاد طلعت اليد. الا كتفهم في التحكيم علاش ما رجعوش للفار؟ رجعوا للفار فاش دخلت الكره حتى هي يشوفوها واش دخلت كامله ولا لا. نقولوا ما دخلتش كامله، بغينا نشوفوا الفار. حنا نيجيريا بغينا نشوفوا الفار. وتخيلوا معايا القجع غادي يشري نيجيريا اللي صعيبه باش يلعب معاها ويخلي فريق ضعيف بحال هكا فابور. طويله ما كنتي مضغوط ما تدوي. شوفوا البلاده بغيتوها الشريان، اجيو معايا النجمه الثانيه اللي عندهم في القامه. الحكم الزامبي اللي شريتوه في النهائي ديال 2019 ضد السنغال. عرفتوا دابا الحكم ديال السنغال كيخرج داكشي اللي فيه. 3 ديال ركلات الجزاء ما عطيتوهاش للسنغال وكانت باينه. الاولى ضربات في اليد ديال اللاعب الجزائري ماشي مشكل، والاخرى عطيونا ديال ساديو ماني بالساق اولا، ومن ثم يدخل بالورك ليصدم اللاعب ليمنعه بالاعتراض بالتلامس. نلحظ كلا اللاعبين، نلحظ الاولى والثانيه. هذه الاولى من قد يرى، ومن ثم الحاله الثانيه على بن سبعيني رامي. نلحظ يذهب بساقه او على الساق اليسرى لماني، ومن ثم يصدمه ويعيق تقدمه واعتراضه بالجسم بالتلامس. ما رجعش للفار. الحكم الزامبي شنو نقولوا؟ وهذه راه باينه ماشي حتى بحال ديالكم. ها هو هذا. وهاد الزوج هذا اللي راهم هنا هذوما حليليين وعشناهم حليليين ونزيدو نجيبو الثالثه كي تكون في بلاد فيها منطق. شنو غديو هنا؟ غتديو النجمه الثانيه باش غتديوها ولا حيت مولفين هكا تجيو عندنا التيرانات وكديروا هكا. نحط لكم دواصاكم كاملين عليها خايفين من الحكم السنغالي. يعني دابا هاد جوج نجمات اللي عندكم وباش فرحانين وباش صدعتوا لينا راسنا صرفوهم ويعطيوكم حتى المربع الذهبي ديال كأس العالم. واي حاجه قلتها دخلوا تاكدوا ورجعوا كومونطيو ليا واش كاينه هضرتي ولا ما كايناش. رفعت الجلسه.